خلص وقت الصيام وصار عندي وقت الأكل، فوقت الأكل راح يصير منها لحد الساعة 6 أو 7 بالليل. لحطي زرعتي ماي بس لكم شغلة بنات، لأن ما أعرف بالزرع ليش إلا أدخل أمنتجه. شفت متحمسين همين شوية معجون سمك حتى شنو ياخذ نكهة لب مالتنا أنا وياها، وما شاء الله تقبل مشاكل مش شنو عبالها يعني. السلام عليكم، يا هلا ويا مرحبا متابعاتي الغاليات، يا رب تكونون بخير وصحة وعافية وتشوفون هذا الفيديو. الله ينطيكم راحة البال ويرزقكم بالرزق الحلال. حبيباتي طبعا أنا مسوية الصيام المتقطع، أنا ومرتاح ماي اتفقنا نزلنا تطبيق مال الصيام المتقطع حتى نلتزم. فهسه أنا من قعدت لازم أتريق، لأن الصيام المتقطع يبدي من ساعة 6 بالليل يمكن أو ساعة 7 بالليل وينتهي الصبح. الصيام المتقطع مالتي إذا ما ناكل أكل دايت فلازم ناكل أكل قليل، حتى لو مو كلش دايت يعني، فهمتوا شلون؟ بالوقت اللي ما بيه صيام. هسه أنا تقريبا هسه الساعة ما أدري الساعة 8 لازم أتريق. زين راح آكل وجبتين اليوم. ليش وجبتين؟ لأن هسه انفتح عندي خلص وقت الصيام وصار عندي وقت الأكل، فوقت الأكل راح يصير منها لحد الساعة 6 أو 7 بالليل، فلازم يصير بهذا الوقت وقت الأكل. إنه أنا مو لأنه وقت أكل معناها أنا طول هذا الوقت أنا آكل، لا، آكل فقط وجبتين وأشرب ماي هواي وآكل فاكهة آكل خضرة مو كل شيء. هسه يعني أنا سويت لي حليب بدون شكر طبعا نهائيا. صراحة أنا عندي إذا ما آكل ينزل دمي، وإذا كان كلش سويت رجيم صارم بس من ما آكل ينزل دمي، فما أقدر يعني أضل دايخة وهاي، فمجبورة يعني. إحنا إذا الأكل دسم كلش مال الغداء مالتنا أسوي لي أكلة بواحدة، أكلة زينة يعني كلش مو دسم، أكلة صحية. وأحاول يعني هسه جاي نحاول إن شاء الله خير إن شاء الله. طبعا هذا اللون هنا بسبب حتى أظافري انصبغت بسبب الحنة، حطيت البارحة حنة راسي يعني صار عليكم كلش يوقع، فقلت أحط الحنة أعالجه وبعدين أريد أقصه يعني أقص الأطراف التعبانة. حنة الفاو جبت قلت أظلم على الحنة، كل مرة أعجنها بشي بنات، مرة عجنتها شوف أول مرة بما عجنتها بهذا ورد يصير لونه بنفسجي، ما أدري شو اسمه، ورد جوري ورد ماوي ما أعرف شنو اسمه. نقعته وأخذت الماي مالته وعجنت الحنة بيه زين. ومرة بشاي هنا صار يمكن مرتين سويت، مرة بشاي. المرة الجاية اللي هي راح تصير بعد يومين أو 3 أيام راح أعجنها الحنة بماي البصل، اوكي. وطبعا انا كل عجنه احط لها طبق زيت الزيتون كل عجنه، يعني صراحه انا ما محتاجه لون من عندها الحنه، انا فقط اريد تقوي الشعر ونضعف. انا بدي اوصل لوزن 70، انا هسه 81، مو هسه يعني قصة اخر مره 81 كنت 79 زين. انه ورا فتره ما اعرف شنو صار رجع السمن 2 وين من 3 صرت 81. مشكله انا بسرعه اكسب وزن يعني بسرعه اسمن بس بصعوبه اضعف. شوفوا هذا القمع مالت الصمونه، هذا اكو ناس ما تاكله هذا القمع، انا عادي اكله، اكو ناس ما تاكله ذبه. شوف بس اخلص الحليب وخلص الجبن بقت الصمونه، هاي الصمونه راح ترجع وهي الصمونه البقيه ما راح اكلها، يعني باعتبار اكلت خلينا نقول يعني تقريبا نص صمونه وشويه بعد وياها قطعتين جبن وكوب حليب. والغدا راح يكون سمك، وهم ان شاء الله اراويكم صحني شلون راح يكون. راح اكل ويا الغدا حتى يحسسني بالشبع طول فتره النهار، اوكي. لحطي زرعتي ماي والباقي اللي شوي نذبه على الفوق. عبالك شجرة ومحطوطة. ليش؟ هي طويله صايره
كلش كبيره صاير. لكن يقصون هذا الجذر. اكو ناس يقصوها، انا ما احب اقصها صراحه، خليها شيء ما تطول خط تطول. اكو ناس يقصون من عندها منها تطول. ايش اسوي لها؟ حلوه هي. بس لكم شغله بنات، لان ما اعرف بالزرع ليش اطرافها هيجي، يعني اطرافها تيبس. شوفوا هسه كلهن ما بيهن شيء، بس شنو مشكلتهن؟ اطرافهن كل طرف ميبس مالته، ما اعرف ليش. شوفوا الاطراف ليش هاي هيك تيبس، يعني شنو السبب؟ حط لها قطرات. طبعا هاي المواعين مالات العشاء مال ابو حسين نفضتهن، وقسم طلعتهن من الثلاجة. طبعا بيهن اكل خربان. هاي هاي ابو حسين جايب هذا السمك شانك، ما اعرف شنو اسمه، بس كلش كبار. وهم بامية، وراح انقعهن بعدين ارجع لهم. طبعا يشلع القلب هذا السمك، كل شوي انبز بيه، كل شوي يجرحني. طبعا هسه تقريبا انا الساعة 6 او 7 جاي امنتج الفيديو. قبل لا ادخل امنتجه شفت اختنا وصديقتنا وحبيبتنا بانكيك، قناة بانكيك، شفتها ناشرة بث مباشر قبل 7 ساعات، يعني الظهر، مسوية غدا نفس هذا السمك. يا سبحان الله، والله نفس السمك. شنو هالصدفة ما ادري. بس لازم اغسل بطنهم زين. لازم اغسل بطنهم كلش زين في بطنهم، ثم بعدين انضفهم. ما اعرف اقصهم لو على كبرهم صراحة، ما ادري. شوفوا من كبار، ما اقصهم لو على كبرهم اقللهم. شلون اقللهم؟ طبعا هنا ملحتهن، بس حسيت انه الملح ما راح يدخل داخلهن، سمان، فسويت لهن هيك فتحات وملحتهن. وسبحان الله حتى ام فاطمه هم هيك سوت. هسه يجني متضايقه، قال لي جاي تقلدينها؟ لا والله نفس التفكير انا وياها يجوز بالطبخ والهاي. هنا تركتهن يتملحن كلش زين، ملحتهن وعفتهن. راح اسوي هاي الصلصه، انا مرات اسويها ويا السمك، ثوم وبصل وطماطة. طماطة تقصصينه مربعات، شرايح، دوائر، طوال، كيفك، وتبدين تقلين بيه، وتحمسين همين شوية معجون، واضيف شوية بهارات مشكلة، اي بهارات عندك مشكلة، والنوب بعدين اضيف لهن ماي. هاي الصلصة بعد ما يتقلن كلش زين الا اضيف لهن ماي. هنا أنا حطيت فقط نومي بصرة وبهار عندي مشكل كاري، ومسحتها مثل ما تشوفون الدجاجات شنو السمك، حتى شنو ياخذ نكهة البهارات. هاي هنا ضفت الماي واتركه على نار هادية يفور لحد ما يذخن. لا ما عندي. جيبوا هنا، بس امك من شاي قاعدوا هنا. هسه كنسها قبل الغداء. ما يحبك. انا هلو حبيبي، صباح الخير. ما تجي؟ والله ما احبك. نحكي وياك، قاعد نحكي وياك. في شيء؟ تعال. في شيء اي عندي مكان.
عندي الهواطي عندي الهواطي انا ما عندي تلاقي ولا بدي ساعه ولا كذا مغني ما بعرف الزرابيه الزرابيه ما سمعتيها؟ يوم 15 يوم 17 يوم 19 اي يا ترى ما تروح تنكسر والله. زين انتم تلتزمون اول دوامكم؟ يعني مثل المدارس اكو يداومونكم ما يداومون لو كل تداوم. طبعا يصادف مرات مرتاح ما يا هي تجي تتغدى عندي يا أنا أروح أتغدى عندها. هذا كان غدانا. وطبعا الصحون اللي بيها تمن قليل لا تشوفونها ترى بالتصوير مبين هواي هو مالتنا أنا وياها. وما شاء الله حتى ما لقيت عندي بلامة أو صحونة تكفي هاي السمكة. اجت فقرة غسلين الماعين. طبعا ذاك اليوم فاتحة بث مباشر وقبل لا أسد البث المباشر انكتب تعليق. هي البنية ما أتذكر شنو كان اسم حسابها بس هي كتبت تعليق أنا لو منتبهة عليه بالمضبوط كان ما سديت البث المباشر. فمن سديته هي كانت كاتبة خبصتينا مرتح ماك باكر عقبه أصلا انتو تزاعلون وتقبل المشاكل وما شنو عبالها يعني احنا حموات جديدات عبالها انه هي مرتح العفو مو حموات مرتحمة يعني عبالها هي توها صايرة مرتح ماي. لا هي من زمان مرتح ماي يعني صار لها وايد 3 سنين يمكن لا والله أقل سنة ونص أو سنتين ما حاسبة صراحة ليش كذب عليكم. بس أنا ومرتح ماي هو أقدر أرد عليها بهذا الفيديو لأن ما لحقت أرد عليها بالبث. أنا ومرتح ماي صارت بيناتنا مشاكل ما قلش ما صارت بس بالبدايات من كنا وحدة ما تعرف الثانية وتعرفها وتعرف شنو معدنها. بعدين عاد إحنا تقربنا خلينا نقول البعض. هي طبعا شقتها وشقتي بنفس البيت. فبعدين تقربنا من بعض صار صديقتي صار صديقتها صارت علاقتنا حلوة. ليش؟ لأن تقربنا من بعض يعني مو مثل قبل يعني وحدة ما تعرف الثانية وحدة ما تعرف شنو معدن الثانية أو نوايا الثانية. فهسه بالعكس هسه علاقتنا قوية والحمد لله والشكر. وحدة تحب الثانية وكل شي ما بينا عين باردة علينا. يعني لابد إنه إحنا نختلف بشغلات بس مستحيل إنه يعني يصير بينا مشكلة كبيرة ونتعاوف يعني. يا الولد يا ابني يما دل اللون يا الولد يا ابني دل اللون. ولهنا انتهى الفيديو مع ألف سلامة.